بيحكي مسلسلنا عن ملك ظالم بيستولى على العرش بعد ما بيقتل الملك يون وكل عيلته إلا بنته اللي بتقدر تهرب منه، وبتوعده إنها ترجع تنتقم لموت أهلها لما تكبر. يا ترى هتقدر توفي بوعدها ولا هيكون مصيرها زي أهلها؟ تعالوا نشوف الملخص ده سوا. بيبدأ ملخصنا بالطفل هيون وهو بيرسم أزياء لأنه بيعشق تصميم الأزياء، ويون بيبقى ابن الوزير ساجو اللي بيكره حب ابنه للتصميم وكل همه إنه يشيل اسمه من بعده ويمسك مكانه بعد ما يستولى على العرش. وعشان كده ساجو بيعامل ابنه بقسوة وبيضربه علشان يبطل يرسم، حتى إنه بيحبسه في أوضة ضلمة كعقاب ليه. وفي قصر الملك يون بنشوف بنته كيرا وهي بتتدرب على النشان وسايبة مذاكرتها، ولما بيوصل أهلها بعد انتصارهم في المعركة بتستقبلهم بكل حب وبيظهر قد إيه هم عيلة كويسة سوا. ويون بيدي لبنته خنجر ملكي يثبت إنها بنت العيلة الملكية والوريثة للعرش. عند هيون بيروح له باباه وبيخرجه من الأوضة وبيقوله إنه هيروح معاه لمكان هيعلمه ازاي يكون راجل، وبياخده لقصر الملك يون وبيقتحمه بعد ما بيقتل الحراس. وبيصحى يون ومراته على اصوات القتل بره. بيخرج يون يشوف اللي بيحصل وبيتفاجئ ان صاحب عمره ساجو بيقتل حراسه وكمان قتل الامبراطور علشان يستولى على العرش. وبيقول لي يون يستسلم ويعترف انه خاين والا هيقتله هو وعيلته، ولكن يون بيرفض وبيسحب سلاحه وبيحارب ساجو. بس واحد من الحراس بيجي من وراه وبيطعنه وبيعلن ساجو انه الملك الحالي لستاي. اما ام كيرا بتدي الخنجر لبنتها اللي شافت موت باباها وطلبت منها تهرب ولما تكبر ترجع العرش لمكانه. وكيرا قبل ما تهرب وعدت ساجو انها هترجع وتنتقم لاهلها ويتخسروا كل شيء. كان هيون وقتها هرب بعد المنظر البشع اللي شافه، وام كيرا هربتها وقفلت الباب عليها وشافتها الطفلة وهي بتتقتل. قدرت كيرا تستخبى بعد ما غيرت لبسها وساجو فكر انها ماتت. اما كيرا كانت جنب هيون اللي رفض يقول على مكانها، وبعد ما مشي مع اهله الجنود ولعوا في بيت كيرا واغمى عليها من الدخان. يا ترى هيكون مصيرها ايه؟ هنعرف سوا لما نكمل. بنشوف هيون قاعد في الأوضة لوحده وسمع صوت باباه والجنود بيحتفلوا بالمجزرة اللي عملوها، وللأسف بيشوف قدامه روح شريرة بيحاول يهرب منها لكن بتلبسه وبيغمى عليه. بعدها بيعدي من الوقت ده 10 سنين وبيكبر الكل، وبنشوف بنت بترقص في نادي لكنها بتسيب الراقصين وبتروح ورا صاحب المكان اللي بيخطف بنات وبيوديه القصر لمتعة الملك. وبعد ما بتعرف مكانهم بتهرب قبل ما الجنود تمسكها، وبيساعدها زميلها رانج وبيقدروا يهربوا سوا، لكنها بتنفصل عنه بتروح للخياط علشان يخيط فستانها اللي اتقطع، وبتصمم انها تقابله وبيكون خافي هويته الا انها طلعت على السطح اللي وقع بيها وعرفت انه خياط راجل مش ست، وطلبت منه يصلح لها فستانها لكنه كان متضايق انها عرفت شخصيته وادت له كمان تصميم يعمله ليها، وعرفته ان اسمها كيرا وبتطلع هي نفسها بطلتنا بعد ما كبرت، لكنها انضمت لجماعة بتحارب الملك وبترجع حقوق الناس. اما بقى الخياط بيطلع هو نفسه هيون بطلنا بعد ما كبر لانه خايف ان باباه يعرف بشغله بيخفي هويته. ولما بيرجع القصر جون حارسه ونيونج الخادم بتاعه بيعرفوه ان الملك طالبه من بدري ومتضايق انه مش موجود. بيدخل لباباه اللي بيقوله كلام يضايقه وانه ضعيف، ومرات الملك التانية بتضايقه بكلامها وان اخوه الاكبر يونج احسن منه. اما بقى مرات هيون بتكون عايزة تحسن صورة جوزها قدامهم رغم انه مش بيحبها ولا بيطيقها ومتجوزها لانه الوريث الشرعي للعرش، بما ان يونج اخوه الاكبر الابن من محظية الملك. بيتضايق هيون من كلامهم وبيقول لهم انه مش عايزين يختلطوا بيه بسبب جنونه، وبنعرف ان الروح اللي لبست هيون زمان بتتحكم فيه ساعات، وبسبب ده بتتغير تصرفاته كل شوية وبيتهمه بالجنون. المهم بيكون عنده صيد وبيطلب الملك من ابنه يجي معاه، وبيروح هيون يتدرب كتير علشان ينال اعجاب باباه، وبنعرف انه بيقاوم النوم ايام كتير لان شخصيته التانية اكهي بتخرج لما بينام. تاني يوم بينضم هيون ليهم وبيكون بشخصية اكهي
اللي عكس شخصيته التانية الخجولة، وبيكون أكي أقوى وأجرأ، حتى إن هما بيلاحظوا تغيره وإنه كويس في التصويب. في مكان تاني بنشوف جماعة بيلعبوا مصارعة، وكيرا كانت متنكرة في زي راجل علشان تنضم ليهم، وكانت فازت بكل الجولات لولا ظهور أكي اللي اتغلب عليها وفاز. ولما بتمشي بيروح وراها مقابل إنه يشوف وشها، لأنه اكتشف إنها بنت، بس هي كسرت له قناعه وقالت له إنه مزيف وهي مش فاضية لواحد زيه، وبتطلع إنها عرفته من محل الخياطة، لكنه مش فاكر اللي حصل لأن الشخصية اللي قابلتها كانت هيون، والاتنين مش بيفتكروا اللي حصل لما يخرجوا. المهم إن أكهي بيعجب بكيرا من الوقت ده. بالليل بنشوف كيرا بترقص لناس كبار في الدولة، وبتسرق مفتاح مخزن الرز من واحد فيهم وبترميه لرانج اللي بياخده هو والرجالة وبيسرقوا الرز وبيوزعوه على بيوت الناس الفقراء. وبنعرف إن المجموعة اللي انضمت ليها كيرا تحت قيادة يونج، اللي ما تعرفش إنه ابن الملك، واللي يعرف أصل كيرا من الخادم اللي أنقذها من الموت وهو يانج، وكمان علمها ازاي تبارز. يونج مفهم كيرا انه بيعمل كل ده علشان يرجعها للعرش، لانه مش حابب حكم الملك الحالي وعايز يساعد الفقراء. بس يا ترى هي دي الحقيقة ولا في شيء تاني؟ هنعرف سوا قدام. بيتفق يونج مع كيرا انها تروح بكرة مع فرقة الترفيه للقصر، وهو هيسهل دخولها للمكان علشان تقتل الملك. وفعلا بالليل بتروح كيرا للقصر وبترقص مع البنات، اما يونج وجون كان بيراقبوا هيون اللي مش عارفين هو اكهي ولا هيون، والمفروض ان النهارده عيد ميلاد الملك وهو رافض يحضره. بعد الرقصة ما بتخلص بيختار الملك بنت تانية غير كيرا، وده بيبوظ خطتهم لانها مش هتقدر تقتل الملك. ولكن بطريقة غريبة بتوصل كيرا مكان الراقصة التانية، لكن حد بيخدرها وبيخطفها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في أوضة محظية الأمير هيون، والخادمة هيونج بتقول لها جلالتك. بتتفاجئ كيرا انها نامت 4 ايام، وكمان لما بتصحى مش بتكون فاكرة هي مين حتى، وبتعرف انها قبلت تكون محظية الملك زي مراته التانية كده، بس مش شرعي. بيوصل عندها أكهي اللي بيقول لها انها اخيرا هتكون مراته، وهي مستغربة من اللي بيحصل. بنرجع فلاش باك وبنعرف اللي حصل، وان كيرا اخدت مكان الراقصة اللي اختارها الملك وهربتها، ولكن اكهي لما شافها طلبها من باباه ياخدها، وقدر انه يخدرها بمادة بتخلي الشخص يفقد ذاكرته لفترة علشان يقنعها تكون مراته التانية. بس كيرا كانت عايزة تعرف هي مين. طبعا اكهي رفض يقول لها انه يعرفها، وقال لها بكرة تفتكر لوحدها، اما هي سلمت للامر الواقع علشان ما قدامهاش غير كده. بره كان يونج بيتصنت عليهم وبيعرف جون ان اللي جوه اكهي مش هيون. عند الملكة ميونج بتعرف باللي حصل وكانت متضايقة جدا، خصوصا ان مرات الملك بتستغل ده وبتضايقها اكتر، ولكن ميونج بتردها لها وبتقول لها ان هي الملكة الاولى عكسها وعكس كيرا اللي يبقوا محظيات. اما كيرا كانت في اوضتها وبتحاول تعرف من هيونج هي مين، بس هيونج اصلا اترقت امبارح علشان تكون خادمتها. اما عند اكي بيتعصب على نيونج اللي بيعرف ان ميونج اجلت تنصيب كيرا وكل ده علشان تضايقه، ولكن هو كان عايز يخلص لانه احتمال ينام بعد 3 ايام صاحي، والاكيد ان هيون هيخرج بداله لما ينام. اما يونج بيعرف من والدته ان الراقصة اللي اختارها باباه ما كانتش كيرا، ولكن كيرا اختفت، وشك ان كيرا هي اللي اختارها هيون، وبيروح ليانج يسأله لو رجعت، بس عرف انها ما رجعتش. بالليل كيرا بتطلع تتمشى وبتشوف الحراس رايحين المخزن السري، بس الحراس بيهاجموها وهي قدرت تضربهم وتهرب، وكانت مستغربة من انها بتعرف تضرب. اما يونج بيعرف ان في حد هاجمهم وسألهم لو كان بنت، بس هما ما شافوهاش كويس وقالوا انها راجل. في جناح هيون كان بيحاول يفضل صاحب اي طريقة لدرجة انه بينام في حوض مليان تلج، بس نيونج بياخد جون وبيروحوا للمشعوذ تشونج علشان يجيبوا منه بخور ينيموا بيه اكهي، والوحيد اللي بيعرف ان هيون بيتغير هو نيونج اللي كان مربيه ولاحظ تغير تصرفاته وبقى يقول انه اكهي. بيوصل الاتنين لتشونج وبيترجوها علشان ياخدوا بخور، ده لان تشونج 2 في 1 راجل وست ومحدش يسألني ازاي بقى. وبنعرف ان الانثى منه بتحب جون وبتنفذ له اي طلب، وبياخدوا البخور وبيرجعوا من عنده لان
ان تشونج يعرف حالة هيون. بيرجعوا البيت وبيشغلوا البخور وبينام أكهي أخيرا. تاني يوم بيصحى هيون بشخصيته الحقيقية وبيطلب من يونج يجهز له الأقمشة علشان يشتغل. أما كيرا كانت عايزة تخرج وهيونج منعتها لأنها هتتعاقب لو خرجت، بس كيرا بتقول لها يبقى نهرب سوا يلا بينا. ولكن وصل هيون اللي وقفت واستغربت انها هنا، ولكن يونج حكاله عن كل حاجة وبياخدها جوه وبيسألها ايه اللي بتعمله هنا، بس هي بتقوله انها مش فاكرة هي مين اصلا وعايزة تمشي، وبيقول لها تجهز نفسها علشان تمشي. بس الملك بيستدعيهم الاتنين علشان يعرف عمل ايه، وقبل ما يوصلوا بينبه عليها هيون ما تتكلمش خالص، وهو اللي هيتكلم مع الملك اللي لما وصلوا عنده كان بيتألم برقبته، ويونج كان موجود لكنها ما تعرفتش عليه. اما الملك سأل هيون ليه غير البنت اللي اختارها امبارح. هيون فسر له انه كان فاكر البنت اللي هو اختارها هي كيرا لانه كان يعرفها قبل كده وكان عايزها، بس لما اكتشف انها مش كيرا غيرها، وطبعا دي كدبة اخترعها. اما كيرا قدرت تجذب الملك ليها لما عالجت الامه وقرر انها تكون الطبيبة الخاصة بيه. بس لما رجعوا هيون زعق لانها اتكلمت، ولما رجع الاوضة طلع التصميم اللي هي رسمته له علشان يعمله، بس رجع في كلامه لانه مش مرتاح لها. وبنشوف كيرا وهي بتهرب من القصر في عربية النظافة، وفي نفس الوقت بيروح هيون لمحل الخياطة يشتغل، بس كيرا كانت وراه وشافته وهو بيرسم، والحارس طلع يجري وراها لحد ما شافها هيون وسألها بتعمل ايه هنا. عرفته انها جايه تسأل اهل القرية لو حد يعرفها، لكنه ما صدقهاش وقال لها تمشي وما ترجعش القصر تاني، وكانت فاكراها يمسك فيها بس سابها تمشي. اما كيرا لفت كتير علشان حد يتعرف عليها بس ما حدش عرفها، وشافت حراس بياخدها بنت غصب عنها فبتضربهم وبتهرب البنت، والحراس بيجروا ورا كيرا، بس هيون لحقها وهربوا سوا وكانت فرحانة انها معاه، وهو علشان يقنعها ترجع معاه بيقول لها ان هونج هتتعاقب لو مشيت، فبترجع على اساس انه يتصرف ويخرجها من القصر قريب. بيرجعوا القصر وبيبدأ هيون يصمم لها الفستان بتاعها، لكن اكهي بيستدعيه وبيظهر ان هما بيقدروا يتواصلوا سوا جوه دماغ هيون، وبيسألوا اكي هو ليه رجع كيرا للقصر، فتحجج انه هو بيحبها علشان رجعها له بس بشرط انه يهدى شويه وما يخرجش. اما كيرا كانت في جناحها وفجأة الحراس قبضوا عليها بتهمة محاولة قتل الملك، واخدوها للملك اللي سألها عن اللبس والقناع اللي كان معاها يوم الحفلة، واتهموها انها حاولت تقتل الملك حتى ان هما جابوا البنت اللي اخدت مكانها وشاهدوا عليها زور للأسف انها جاية تقتل الملك. بس وصل هيون في الوقت المناسب وقدر يساعدها ويثبت براءتها للكل، وان هو اللي طلب منها تلبس كده، حتى انها رسمت فستان كانت طالبة منه، وعلشان تثبت براءتها خلاها ترسمه تاني من غير ما تشوفه، وفعلا الملك اقتنع وصدق براءتها وتم تنصيبها كزوجة تانية بفستان جميل من صنع هيون، وهي كانت معجبة بيه جدا، وخصوصا انه عمله لها مخصوص. وفي طريقها لجناحها قابلها يونج وما تعرفتش عليه، حتى كان معاه يانج اللي برضه ما تعرفتش عليه. ولما يونج عرف ان كيرا خلاص ما بقاش منها فايدة قرر انه يتخلص منها، وعارف يانج لان الميعاد للاستيلاء على العرش قرب، وعند الملك زهق لمراته لانها حرضته يتهم كيرا ظلم، بس هي كانت أذكى وقالت إن ميونج اللي حرضتها على ده، والملك صدقها لأنها أكيد غيرانة من كيرا. أما ميونج راحت لهيون تهنيه بالجوازة التانية، وطبعا بتمثل إنها مبسوطة، لكن هيون كان كشفهم عارف إن دي خطة منها هي وباباها رئيس الوزراء علشان يبعدوا كيرا عنه بسبب غيرتها منها. والوزير لما عرف إنه اتكشف اتأسف لهيون اللي هدده إنه هيعدمه لو حاول يقرب من كيرا، وما يحاولوش يعملوا حركات من دي، لأن الراقصة اللي كان مختارها الملك هو حابسها عنده. بالليل بيدرب هيون على الرماية علشان مباراة الصيد بكرة، وكيرا بتروح تشكره لأنه ساعدها عند الملك، لكنه بيزعلها وبيقول لها تطلع من حياته، بس هي بتكون ملاحظة إنه على طول زعلان بسبب معاملة باباه الوحشة وبتنصحه يتمرن بره، بس هو بيعرفها انه مش بيحب صوت الرياح لانها بتفكره بليلة حصلت فيها مجزرة، فبتنصحه انه يركز على الهدف وهو هينسى الخوف من الرياح، وفعلا بياخد بنصيحتها وبيقدر ينشن صح. بعدها بيروح جناحه وبيكون اكهي مستنيه ينام علشان يطلع هو، بس هيون بيقاوم علشان يحضر الصيد بكرة. اما عند الملك بيشوف كيرا لما كانت صغيرة وكان خايف منها لانه معتقد انها هترجع وتقتله،
وبيأمر الخدم يجيبوا مشروبات أكتر علشان ما يشوفوهاش. عند جون بتروح له ميونج اللي بتقوله إنه تخلى عنها لما خبى موضوع حبس الراقصة من هيون، بس جون بيعرفها إنه مش هيخون الأمير أبدا حتى مقابل حياته، وبيظهر كده إن هما كانوا بيحبوا بعض. عند كيرا بتوصل لها رسالة بتنصحها تهرب لأن في حد هيقتلها الليلة، بس هي مش بتهتم. وتاني يوم بتروح له أوضته وبتسيب له ألوان، بس لما بيدخل بتستخبى تحت الترابيزة وهو بيشوفها. لكن بتحصل حاجة غريبة لهيون لما بيلمسها، وبيفتكر البنت اللي سابها في البيت يوم قتل عيلتها. بيكون شاكك إنها الأميرة وجاي تنتقم، وعلشان يحمي نفسه بيرفع السيف وكان هيقتلها، لكن أكهي بيتحكم فيه وبيمنعه يقرب منها، وبيفضلوا الاتنين يتخانقوا سوا وهيون بيفقد السيطرة. أما كيرا بتخاف من اللي بيحصل له ومش عارفة تتصرف، وأكهي بيقدر إنه يسحب هيون جوه وهو صاحي وبياخد مكانه بسهولة. وبتلاحظ كيرا إن عينه لونها اختلف، حتى جسمه بقى سخن جامد عكس هيون اللي جسمه بارد. بياخدوه على أوضته وبتفضل كيرا جنبه، لكنه بيتحسن فجأة. وبتلاحظ كيرا إنه غريب، حتى إنه بيتصرف بجرأة أكتر وبحب معاها. بعد ما بتخرج بتفكر في شخصيته اللي اتغيرت. أما أكهي لقى رسالتها اللي مع الألوان واللي كاتبة فيها إنها تسيب القصر الليلة. بعدها بيجيله نيونج اللي بيقوله لقيت حل لحالتك، وهي إن تسونج يعمل له سحر يصرف بيه أكهي، بس بيتصدم لما بيعرف إن أكهي اللي موجود مش هيون، وبيأمر إن نيونج بيتحول لخادم يغسل اللبس. ولما جون بيعترض بيأمر الحراس يحبسوه. بعدها بيروح لكيرا اللي بتسأله إيه اللي حصل له، فبيعرفها في روح شريرة لابساه وكان بيحاول يخرج منه وهو صاحي، علشان كده فقد الوعي شوية. وبيعرفها إن اللي كان بيعملها وحش هو الروح دي، إنما هو كويس وابن ناس وبيحبها. بترجع كيرا جناحها وبتتفاجئ إن يانج مستنيها وبيقول لها تيجي معاه لأن في حد عايز يقتلها، ولحد لما ترجع لها ذكرياتها لازم تثق فيه. بس هيون بينادى عليها وبيهرب يانج بسرعة بعد ما بيسيب لها رسالة بيحذرها إن في حد عايز يأذيها، وفيها خنجر باباها علشان لما ترجع لها ذكرياتها. أما عند هيون كان بيحاول يحرر نفسه من أكهي اللي بالمرة دي سيطر عليه تماما. تاني يوم كانت كيرا بتغسل مع نيونج اللي بتسأله عن تغير حالة هيون فجأة، وقال لها إن دي الروح الشريرة، وتفاجئ إنها تعرف وبيطلب منها تساعد هيون وتروح لتشونج لأن جون محبوس وهو مش قادر يخرج. أما أكهي بيروح لتشونج وبيهدده بالقتل لو ما حبسش هيون جوه جسمه، لكنه عرف إن الموضوع صعب لأن هو الروح الشريرة وهيون الأصل، لكن خوف منه خلاه يسمع كلامه وقال له على شوية تعليمات يعملها لما يرجع القصر، منها إنه يكتب اسم هيون على ورقة اداهاله وهو هيحصله علشان يعمل الطقوس اللازمة لحبس هيون. لكنه بيحذر أكي إنه لو حب ممكن يتسحب لمكان بعيد في جسم هيون. أما كيرا بتروح لتسونج بعد ما نيونج بيعرفها مكانه وبتترجاه يرجع لها ذكرياتها، لكنه بيرفض وبترجع القصر زعلانة. ولما بتحاول تقرب من أكي بيهرب منها علشان يحافظ على قوته لحد ما يحبس هيون، وبترجع أوضتها وبتتفاجئ إن المجرم بيهاجمها، لكن حد بيخدره وبيطلع إن تشونج وبيخدر كيرا كمان وبيشممها مادة علشان تستعيد ذكرياتها. وبياخد المجرم في إيده وهو طالع وبيروح لأكي علشان يعملوا الطقوس اللازمة لحبس هيون، لكنه بيضحك عليه وبيغير الاسم اللي كتبه في الورقة، وكمان بياخد خصلة من شعره بدل لبس هيون. وبيبدأ الطقوس اللي من قوتها أكهي بيفقد وعيه. عند كيرا بتفوق وبتلاقي نفسها افتكرت كل شيء وبتعيط لأنها خلفت وعدها لأهلها. أما تسونج بيجري من القصر خايف بعد ما حبس أكهي بدل هيون. أما كيرا بتقابل هيون بعد ما فاق وقرب منها، وهي وقتها طلعت خنجر علشان تقتله بس ما قدرتش لأنه صعب عليها بسبب حالته اللي وصلها بعد حادثة موت أهلها، وإنه كان ضحية زيها بالظبط. لكنها بتفتكر قتل ساجو لباباها وبتقسم تقتله بكرة وتخلص ضميرها. أما تشونج بيقابل نيونج وهو خارج وبيعرف باللي حصل، فبيروح لهيون يطمن لو اتحول، لكنه بيأمره يكمل غسيل زي ما كان. فبيعرف إنه لسه أكهي ما اتغيرش. عند الملك بيشوف كابوس جديد لمرات هيون وهي بتقتله، وبيصحى من النوم وهو بيحاول يقتل مراته، بس لحقوها الحرس من انه بعد ما هدوه
وعرفوه انه بيحلم. اما كيرا خرجت تشوف المعلم يانج ومرضتش تقابله الا لما تخلص مهمتها الاول. تاني يوم في القصر بيستدعوا كيرا تعالج الام الملك، وبتتعرف على يونج اخيرا وفهمت بسبب كرهه لباباه وهو انه الابن التاني الغير شرعي. بتقدر كيرا تعالج الملك باحترافيه وبيعجب الملك كل يوم بيها، بيقول لها انت كان لازم تكوني السيده الاولى. وهي راجعه مع هيون بيسالها بتفكر في ايه، بتعرفه انها عايزه تعرف هو مين حاليا، وبتمسك ايده علشان تتاكد من درجه حرارته بس بتلاقيها عاديه. وهي ماشيه مع هونج بيقابلهم يونج اللي وقع الخادمه وبيعملها حجه علشان يتكلم مع كيرا اللي بيتكلموا عادي، وما عرفتوش ان ذاكرتها رجعت، لكن بيقع منه حاجه وبتاخدها كيرا. ولما بترجع الاوضه بتتاكد ان يونج كان هو القاتل اللي حاول يتخلص منها امبارح بعد ما شافت الرمز اللي كان معاه، وبدا الشك يتسرب لقلبها من ناحيته. اما عند تشونج بيروح هيون يزوره وطلع ان السحر نجح، لكنه كان بيهزر مع نيونج وبيخضه شويه. وخرج كمان جون من السجن، بس هيون كان عايز يعرف ليه اكي مسح ذكريات كيرا، وطلع ان اكي كان معرف تشونج بحقيقه كيرا، لكنه ما قدرش يقول لهيون غير انها لازم تمشي من القصر حالا. وبنشوف اكي وهو محبوس جوه جسم هيون بعد ما السحر نجح انه يحبسه. عند الملك كان في اجتماع بسبب نقص الرز، وكان يونج بيقدم اقتراحه، ولكن هيون دخل وقال اقتراح احسن منه والملك وافق يطبقه. لكن يونج حب يرخم عليه ويقول له انا لازم اجهز لك مكان في الاجتماع، بس هيون مسكتش وقال ان الاجتماع لازم يكون برئاسة باباه وهو، وان مكانه مش تحت ولازم كل واحد يعرف فين مكانته. بيتعصب يونج منه وبيقسم يندمه على اللي قاله. عند كيرا كانت بتراقب القصر وبتكتشف ان يونج بيكون جيش سري، ولما بتقابل هيون مش بتقوله، لكنه بيطلب منها تمشي من القصر بس بترفض وبتقوله انها هتفضل جنبه لحد ما تساعده يتخلص من اكي. هيون بيتضايق منها وبيقول لها تفضل بس بتلتزم بمكانتها. بنشوف بعدها كيرا بتجمع اعشاب كتيره بتصنع منها علاج، وبتطلب من هيون يروح معاها يقدموها للملك اللي بدأ يثق فيها جدا وياكل من ايديها اي حاجه. بيوصل يونج عندها وبيعرفوا ان الحيوانات وصلت للغابه علشان يبدأوا رحله الصيد بتاعتهم بكره، وبيصمم هيون انه يروح معاهم علشان ما يديش فرصه ليونج ياخد بابا منه. ولكن وقت الصيد مش بيقدر هيون يقتل الحيوان، وبيقتلوا يونج اللي بيعمل فيها الابن الصالح، بس الملك بيحذره يسخر من ابنه ولي العرش الاصلي، وبيقول الملك لهيون انه بيخجل منه بسبب ضعفه. وقتها بيفتكر هيون كلامه لباباه وانه بيخجل منه برضه بسبب قتل الام بسبب انها عرضت قتله لهيون. بالليل بيروح هيون يأدي طقوس ذكرى وفاة والدته، وراحت وراها كيرا اللي عرفت بموتها، وعرفها هيون ان محدش مهتم بذكراها ابدا، وان بابا اللي قتلها بعد ما اجبرها تشرب السم لانها كانت بتعترض على اعماله الوحشه، خصوصا استيلاءه على العرش بالشكل الفظيع ده، حتى انه عبر لها عن خوفه على البنت اللي كانت هناك، وبيقول لها ان عينيها بتفكروا بالبنت دي جدا. عند الملك يونج كان بيعاتبه لانه بيعامله وحش، بس الملك بيقول له ما تصدقش نفسك قوي، انت عارف انك مش ابن اصلا وانا ربيتك وانا ساكت. وبيطلع ان مرات الملك كانت على ذمة حد تاني وما قالتش وبقت محظية للملك، وقالت ان يونج يبقى ابن وهو رباه وهو عارف انه مش ابنه. علشان كده يونج بيكره الملك وامه ومستعد يعمل اي حاجة للاستيلاء على العرش. تاني يوم بيوصل لرئيس وزراء رسالة بتقول ان كيرا بنت الملك الراحل هيون وجاية لقتل الملك ولازم يقبضوا عليها فورا. ولما هيون بيعرف بيقول لميونج تكتم على الخبر لحد ما يتأكد منه. في الوقت ده كانت كيرا بتعالج الملك بالإبر، بس لما بتخرج من عنده بتقابل هيون بره، واللي بيسأله لو خبر انها وريثة العرش حقيقي، بتقول له ولكن بعدها بيعلنوا موت الملك وبيتهموا كيرا بيه، لكن بتقول لهم مش هي اللي قتلته وكانت جاية لقتله فعلا بس ما قتلتوش، ومحدش بيصدقه للأسف. الكل بيدخل يتأكد من موت الملك وبيتهموا كيرا فيه لأن الإبر اللي كانت بتعالجه بيها مغروزة في رقبته، بس كيرا بتقسم لهم إنها بريئة ومحدش بيصدقها، وبيأمر هيون إن هما بياخدوها على الحبس لحد ما يخلصوا تحقيق. لما مرات الملك بتعرف بموته بتنهار، لكن الناس لما بتعرف بموته بتفرح وبتهلل في الشوارع لأنه كان ظالم وأخيرا خلصوا منه. أما يانج كان قلقان على كيرا تكون اتمسكت بعد موت الملك،
وفي القصر بنشوف مراسم دفن الملك، وهيون كان زعلان عليه بس بيقول في نفسه ان دي نهاية كل ظالم وطماع، وبيخرج ميونج من عنده وبيدخل اطباء يشرحوا الجثة علشان يعرف لو كيرا قتلته ولو حد تاني زي ما بتقول. اما عند كيرا بتفتكر اللي حصل وانها ما قدرتش تقتل الملك بسبب انها حبت هيون وما حبتش تزعله، ولما هيون راح يزورها كان قاسي جدا معاها ومش مصدق انها ما قتلتوش، وهي طلبت منه ياخد باله من نفسه لان الخونة حواليه كتير، بس قال لها ان هي الخاينة الوحيدة ليه. بعدها بنشوفهم بيعذبوها علشان تعترف مين اللي حرضها، حتى ان هم جابوا خادمتها علشان تعترف، بس قالت لهم انها ما كانتش بتقابل حد في جناحها وانها مظلومة. ولكن رئيس الوزراء بيوريها الخنجر وبيقول لها انه عرف حقيقتها وانها بنت يون الخاين. وعند هيون كان بيقاوم أكل اللي كان عايز يخرج لأنه سامع صرخات كيرا وعايز ينقذها، بس هيون بيقاومه على قد ما يقدر لكنه مش بيقدر يقاوم كتير وبيدخله، وبيستغرب إنه لسه جوه جسمه. بس عرفه أكي إن السحر حبسه وما تخلصش منه، وبيطلب منه يساعد كيرا أو يسيبه علشان يساعدها، بس هيون كان هيخلص عليه، بس أكي ترجاه ما يقتلوش مقابل يعرفه حقيقة اللي قتل الملك. عند كيرا بيوصل يانج عندها علشان يهربها، بس بترفض تروح معاه على امل ان براءتها تظهر، وبتقوله انها شاكه في يونج ويا ريت ياخد باله منه. اما يونج بيوصل تاني يوم للعزا وبيفضل يعيط، ولكن الحقيقه انه هو اللي قتل الملك بسبب كرهه ليه، حتى ان بيروح لاوضه هيون علشان يخلص عليه. وهيون مش بيفسر ده الا انه زعلان على باباه، وبيستغرب يونج من غباء هيون وانه مش شاكك فيه. عند كيرا بياخدها الحراس لنقلها للاعدام، وميونج بتسال يونج مين اللي امر باعدامها قبل التحقيق ما يكمل. بيقول لها ان دي اوامر الامير هيون ولازم تتنفذ، وبيعرفها ان قريب حفل التتويج هيتم وهيكون هو الملك الجديد، ولازم تبطل تدخل في اللي مش تبعها. بتروح ميونج تقابل هيون بس بيقولوا لها انه نام. نرجع لكيرا اللي كانوا بينقلوها، ولكن في مجموعة بتهجم على الحراس وبيهربوها، بس بتعرف انه فخ وبتحاول تهرب منهم، ولكن بيجي شخص وبياخدها على حصانه وكان أكهي، وبنعرف انه مش نايم ولا حاجة، وطلب من يونج يساعده يهرب كيرا، وقال له انه هياخدها ويسيبوا القصر ويعيشوا سوا بعيد علشان هو يحكم بنفسه، حتى انه هيسلموا الختم الملكي بعد ما يتأكد انها بخير. وبيوافق يونج اللي كان عايز العرش بأي تمن. بيوصل أكهي بكيرا لكوخ قريب وبيمسح جروحها، ولما بتفوق بتشكره وبتعرف انه أكهي مش هيون. عند يونج بيقتل واحد من رجالته بعد ما عرف بهروب كيرا، وكان فاكر ان هيون مكانه في الأوضة لان كانت نيته يخلص عليها وعليه. بيطلع النهار وكيرا بتتحسن شوية وبتشكر أكهي انه ساعدها، وهو بيكون فرحان انها بدأت تحبه. وبنعرف ان هيون هو اللي حرر أكهي بعد ما عرفه انه قاتل باباه هو اخوه اللي اصلا مش اخوه ومجرد طفل باباه رباه، يعني هو الابن الوحيد للملك والوريث الشرعي. في القصر كان يونج بيحرض الوزراء على هيون وبيقول لهم انه ليه يد في موت الملك ولازم يتحاكم، وبيقرر الوزراء ان هم ينصبوا يونج بداله ملك. ولما بتعرف ميونج بتتعصب جدا وبتتفاجئ ان هيون وراها، ولما بتسأله عن هروب كيرا بيعرفها انها بريئة وان القاتل شخص تاني، وبيثبت لها كلام باباها اللي اتأكد ان الإبر مش بتاعت كيرا، لكن هي بتقوله يتحكم في نفسه شوية لان العرش هيضيع منه. اما هو بيروح لكيرا يطمن عليها وبيكون لطيف جدا معاها، بس لما بيرجع لها تاني بيلاقيها سابت الكوخ علشان ترجع لأصلها عند يانج وهو تولى العرش. بس في الغابة بيهجم عليها رجالة يونج، بتفضل تحارب فيهم لكنهم بيوقعوها في شبكة، وقبل ما يقتلوها كان أكي وصل وحررها وقال لها انها طلبت منه تفضل في الكوخ. وبيوصل عندهم جون اللي بيطلب من أكي يمشي وهو هيخلص على الجماعة دول، وبياخد كيرا وبيهرب بسرعة، وجون بيحارب لوحده فيهم، وكان أكي لابس القناع وقتها علشان محدش يتعرف عليه. بياخد كيرا وبيجروا لضفة النهر، بس يونج بيحصلهم وعلشان يهربوا منه يونج اللي بيقلل منه بيقول له يريح لو تعبان، ولكن هيون بيتغلب على خوفه وبيكمل الاجتماع معاهم. رغم ده هم بيجتمعوا مع يونج اللي بيعرفهم ان لازم يتخلصوا منه. اما رئيس الوزراء وابو
يونج مرات هيون بينصحه يفضل جنبه وياخد بنصيحته علشان يفضل في الحكم، وبيوعده انه هيساعده يحكم البلد. وبنشوف هيون بعدها بيسأل على تشونج، فبيعرفه يونج ان جون اول ما بيلاقيها هيبعت رسالة. اما هيون كان نفسه بأي شكل يشوف كيرا، والظاهر انه وقع في حبها خلاص. ولكن يونج كانت مدية اوامر لرئيسة القصر انها تهلك كيرا شغل علشان تمشي من القصر. في السجن كانت يونج عايزة تقابل ابنها اللي مش معبرها من اول ما اتحبست، وبنشوفه بيقابل هيون اللي بيسأله ليه حبس امه رغم انه افرج عنها لانها بريئة، لكن يونج بيقول انها تستحق العقاب. فبيزعق هيون فيه وبيقول له انه بيعصي اوامر الملك ويا ريت يفتكر مين اللي بيحكم فيهم. بيتأسف يونج ليه وبيقول له انه هينفذ الاوامر فورا، وبيسأله يونج امتى هينفذ وعده ليه، ومش بيكون هيون فاكر هو ايه. بس اكهي بيكلمه من جوه بيعرفه بالوعد، بيقول له يقول لاخوه يصبر. وكان يونج بيحاول يتلاعب بيه علشان يعرف هو هيون ولا اكهي، بس بيقدر انه يكشفه اكهي يساعد هيون. والاول مرة ده يحصل ويقدروا يتواصلوا سوا. بيوصل جون ومعاه رسالة من شونج لهيون بيعرفه ان السحر لحبس اكي مش هينفع تاني لانه هو اللي خرجه ولازم يشارك جسمه معاه مرة تانية. اما تشونج بيوصل له رسالة من اكي مكتوب فيها يساعده يخرج والا هيبلغ عن جرايمه لمجلس السحر ويجردوه من قوته. بنشوف كيرا بتقابل يانج وبيسألها لو فرقة الترفيه خرجت لان مفيش ولا بنت رجعت بيتها رغم ان هيون امر بخروجهم. بتطلب منه كيرا يحقق في الموضوع من بره، وهي هتحاول تعرف بطريقتها من هنا ايه اللي بيحصل. عند هيون كان يونج بيقدم له مشروب عمل تشونج علشان يفضل صاحي، بس هيون ما بقاش يثق فيه ورفض يشرب الدواء وقال هيحاول يصحى لوحده. بعدها بيروح لأوضة كيرا اللي قاعدة تخيط وبيساعدها في الشغل، وبيظهر قد ايه هما بيحبوا بعض من نظراتهم. تاني يوم بيجتمع هيون مع المجلس لحل مشكلة نقص الرز، ومش بيسمع لهم لان هم عايزين يزودوا الضرايب على الفقراء. بيقرر انه يفرض ضرايب عليهم بدل الفقراء. وتاني يوم بيكون في صيد في القصر، ولكن هيون بيمنع اي صيد جواه والمجلس بيتضايق منه. لما بيرجع القصر بيعرفوا يونج انه لازم يقضي الليلة مع الملكة علشان يجيبوا وريث للعرش، بس هو بيرفض. ولما بتعرف الملكة بتتعصب جدا لانه بيرفضها وبتقوله ان ده مش جواز واللي بيعمله غلط، لانه بيقول لها انه مش ناوي يجيب اولاد دلوقتي. لكنها كانت متأكدة من حبه لكيرا علشان كده بيبعد عنها، وكيرا لما بتعرف بالخبر بتزعل عشانها. اما هيون كان بيشتغل على فستان جديد، وتشونج بيشغل البخور اللي بينيمه علشان يخرج اكي، وبيخلص من تهديد وبينام هيون فعلا. ولما بيصحى تاني بيلاقي كيرا قدامه وبتسأله لو رفض الملكة علشان بيحبها، بيقول لها لأ وانها راحت بخيالها لبعيد قوي. وطبعا هي فاهمة ان هيون بيعمل كده علشان يكرهها فيه، حتى انه قال لها انا رايح للملك، وهيون مش عارف يتصرف من جوه. وبيوصل الخبر للملكة ان الملك جاية جناحها، فبتجهز نفسها وبتؤمر ان كيرا تكون مشرفة على خدمتهم الليلة. بيوصل اكي اوضة الملكة وبيشوف كيرا قبل ما يدخل، لكنه مش بيقدر يقرب منها وبيخليها تشرب لحد ما بتنام. ولما بيخرج من عندها بياخد كيرا معاه وبيعرفها ان ما حصلش اي حاجة بينهم، وبيقول لها انه عمل كده علشان يضايقها. بس كيرا بتقرب منه بتلاقي جسمه سخن جدا، وبتعرف انه اكي مش هيون، وبتقول له انه اذى مشاعر الملكة. ولما وعدها يكون معاها وخلف بالوعد ده بتقوله انه لازم يتحد مع الملكة علشان المملكة، وبتتأسف له انها مش هتقدر تحبه انما حبت هيون. بيتضايق اكي لانه هو اللي حبها الاول، وقرر ينتقم من هيون اللي سرق حبيبته منه. ولما راح المجلس هددوا ان هم لو ما نفذوش اوامره هيعدموا، بس رئيس الوزراء زعق له لانه بيعادي المجلس. ولكن اكي ما سكتتش وقال يلتزم حدوده معاه والا هيكون مصيره زيهم بالظبط. وبيلاحظ يونج ان هيون مختلف من امبارح. عند الملكة كان الكل عارف ان هيون ما قضاش الليلة معاه، خصوصا يونج اللي استغلت ده علشان تغيظها. اما اكهي كان بيراقب كيرا طول الوقت ومش قادر يشوفها، بس يونج بيعرفه انها بتشتغل طول اليوم وبتتعب، فبيقول له يسيبها لان هي اللي اختارت ده. بيقرر يكون قاسي عليها من النهارده، بس لما بيلاقيها بتملى ميه وبتتعب على ما توصل بيها بيساعدها وبيقول لها انه احسن من هيون وبيحبها، بس هي بتقول له انه مزيف عكس هيون انه بينط في النهر. وبيقرب اكي منها وبتحصل له حاجه غريبه، بيخرج بسرعه من الميه وبيكون اتحول لهيون تاني.
بتخرج كيرا وراه وبتسأله لو كويس، وبتعرف انه اتحول واكهي اختفى ومش فاكر ايه اللي حصل لهم، وبيعملها هيون بشكل وحش لانه لسه مصدق قتلها لباباه. بس لما بيلاقيها ماشية بالراحة بسبب رجلها بيشيلها على ظهره بحجة ان الليل هيجي وهم لسه مكانهم. بيسألها ايه اللي حصل خلى اكهي يدخل جسمه من غير ما ينام. بتعرفه انه كان بيتألم لما بيلمسها، وبيتأكد ان اكي ما قدرش يقرب من كيرا قبل كده ويكون فرحان وهي مش فاهمة حاجة. اما اكي كان جوه هيون ومحتار في اللي حصل، وانه اخيرا حب وعايز يكون مع حبيبته، بس بيفتكر كلام تشونج ليه لما حذره من الحب لانه بيضعفه وده هيحبسه جوه هيون. وكان اكي متضايق جدا لان هيون بقى قريب لكيرا وهيقضي وياها وقت جميل، عكسه هو اللي محبوس. بيوصل هيون وكيرا لقرية قريبة، وكيرا سألته لو هيرجع القصر ويحكم المدينة لأن يونج بيكون جيش سري وهي شاكة فيه. بيقول لها إنه عارف وبيفتكر إن أكهي عرفه بده. في القصر تشونج وصل لجون وقال لهم إنه جاي يرجع أكهي لجسم هيون، بس عرف إن هيون هو اللي حرره بنفسه. بيحاولوا يعيدوا الطقوس مرة تانية لحبس. اما عند كيرا وهيون وصلوا لبيوت اخيرا، وكيرا بتقوله لازم نغير وبيسرقوا لبس، بس هيون بيسيب لاصحاب اللبس ختمه علشان ما يكونش حرامي، لكنهم كانوا جعانين. وبتقول كيرا لصاحبة المطعم انها حامل وجوزها معهوش فلوس ياكلها، والست كانت طيبة جدا وقدمت لهم اكل مجانا. بس بعد ما سمعت هيون كلمتين انه زوج مهمل، واثناء ما هم بياكلوا بيسمعوا الناس بتتكلم عن موت الملك وان هم فرحانين في موته وعايز يونج يمسك بداله لانه احسن من والده من الامير اللي مجنون. بتتضايق كيرا من كلامهم، بس هيون بيمنعها ترد عليهم، بس بتسأل الناس لو متأكدين ان يونج احسن من باباه. بيقولوا لها ان هم سمعوا اشاعات عن انه بيوزع رز على الفقراء، وبتستغرب انها اشاعات مش حقيقة لان فرقتهم بنفسها اللي سرقت الرز. وكل اللي بيجي في تفكيرها ان يونج كان بيخدعهم لحد ما يوصل للحكم مش زي ما كان مفهمها، وانه هيوصلها للعرش تاني. فجأة صاحبة المطعم بتتعب وبيغمى عليها، ولكن كيرا بتقدر تعالجها وبتعرف ايه اللي عندها بالظبط، وعلشان كده بتقول لهم يناموا عندها الليلة. في القرية كانت الدنيا مقلوبة والشعب عامل شغب علشان يمكن يونج من الحكم بدل أخوه، ويانج ورانج شكهم في يونج بيتأكدوا وإن هو اللي محرض الناس ولازم يوقفوه قبل ما يدمر ستاي. ويونج طبعا مش مضيع وقت وقال إن هيون هارب مع كيرا واتخلى عن العرش وهو عايز يتولاه قبل ستاي ما تضيع منهم. ولكن يانج ما كانش عاجبه اللي بيحصل وراح ليونج وهدده بالقتل لو ما بطلش اللي بيعمله، لأن كيرا هي صاحبة العرش الحقيقة. يونج بيقول له يبقى في صفه وهيسيبه يعيش، لكنه بيرفض وبيحذره علشان يتخلى عن جشعه وطمعه. تاني يوم في القرية هيون وكيرا بيودعوا بعض علشان كل واحد منهم هيروح في طريقه، ولكن في القصر الأمور كانت مولعة لأن يونج هتولى العرش خلاص. أما هيون كان ماشي في الطريق وبيقابل جماعة رايحين ينقلبوا عليه ومحدش يعرفه طبعا، وكل ده بسبب أعمال باباه السيئة. ولما بيوصل ستاي بيلاقي الجيش بيلم الناس بحجة إن هما بيعملوا شغب وبيساعد بنت تهرب منهم. بتوصل جماعة يانج علشان يساعدوا الناس، وكيرا بتقابل هيون تاني وبتطلب منه يرجع للقصر لأن يونج هيدمر ستاي، لكنه بيرفض. فبتقوله إنه جبان عكس أكي اللي مش بيهمه حد، وبتقوله إنها هتروح تحارب يونج حتى لو هتموت، لكنه بيخاف عليه ومش بيكون عايزها تموت. في القصر كان يونج بيلبس علشان ينصبوه ملك، ولكن ميونج بتظهر للكل إن الإبر اللي استخدمت في قتل الملك تخص والده يونج، وبيخيروه بين الحكم وحبس والدته، وبيختار يحبس أمه رغم تأكده إنها بريئة. وبيعرفوا رئيس الوزراء إن وقت التنصيب جه، بس كانت صدمته كبيرة لما عرف إن هيون رجع ونصبوه ملك. وأول قرار أخده إنه يفرج عن فرقة الترفيه اللي باباه كان حابسهم في القصر. مش بس كده، ده أفرج عن الشعب اللي عمل شغب وعافى عنهم ومش ناوي يعدمهم. وبنعرف إن كيرا وافقت تفضل جنبه في القصر بس كخادمة مش مراته التانية. طبعا القرارين اللي أخدهم خلوا الشعب يهدوا من ناحيته شوية.
يعدي 3 أيام على حكم هيون للبلد وبيجي أول اجتماع ليه، لكنه بيكون متوتر جدا قدام المجلس اللي لأول مرة بيسمع أفكارهم، وإن كل شخص كان بيتريق عليه. وأخوه يونج اللي بيقلل منه بيقول له يريح لو تعبان، ولكن هيون بيتغل مش بتوافق إنها تهرب معاه لأنها وعدت هيون تفضل جنبه، وبتقول يساعد هيون في الحكم لو بيحبها، لكنه بيرفض وبيقول لها انه هيقضي على هيون كمان. بيجتمع اكهي مع تشونج بالليل وبيطلب منه يحبس هيون للابد، لكنه بيعرفه ان ده مستحيل وانه مش صاحب الجسد الحقيقي ولازم يستنى البدر الجاي علشان يحقق امنيته. وبيختفي بعدها تشونج واكهي مش فاهم منه اي حاجه. تاني يوم المجلس بيعترض على الضرايب اللي فرضها هيون وبيعمل اضراب في القصر، بس اكهي بيعمل زيهم، بيقول لهم ان اوامره هتتنفذ والا هيكون عقابهم كبير. ولما بتشوفوا كيرا بتقول له ان مش دي الطريقه الصح للتصرف معاهم، ولازم يكسب ود المجلس زي ما يونج عمل علشان يساعدوه في حكم البلد وما ينقلبوش عليه. ولما مش بيعجبها اي تصرف ليه بيدخل اوضته وهو متعصب وبيفضل يكسر فيها لانها مش راضيه تحبه تاني. وبره اوضه ام يونج كيرا بتقابل يونج اللي بيحذرها من اللي بتعمله، بس هي بتعرفه انها مش خايفه منه بعد ما عرفت حقيقته وعرفت انه هو اللي كان عايز يقتلها. بيدخل يونج لوالدته وبيحذرها تجتمع مع كيرا تاني، وبالليل كيرا بتراقب المكان وبتشوف مجموعة من البنات فرقة الترفيه خارجين وبتستغرب لان هما بيطلعوهم في مجموعات. وبالليل وبيكون يانج ورانج واقفين بره علشان يمشوا ورا العربيات، وبتديهم كيرا الإشارة علشان يمشوا وراهم ويعرفوا البنات مش بتوصل بيوتها ليه. لكن وهي راجعة حد بيخدرها ويخطفها. في نفس الوقت كان أكهي رايح لأوضتها وبيلاقي جزمتها في الطريق وبيستغرب هي فين، وبنعرف إن اللي خطفها يونج وأخدها لقاعة مهجورة يخلص عليها. بس أكهي وصل في الوقت المناسب ولحقها منه، والاتنين فضلوا يضربوا في بعض وكان أكهي هيقتله، بس كيرا فاقت وطلبت منه يسيب لأن الوقت لسه ما جاش. فطلب أكهي من يونج يمشي قبل ما يخلص عليه ويسيب القصر. أما كيرا لما بتفوق تاني يوم بتقابل أكهي اللي بيطلب منها تسيب القصر لأنه مش هيقدر يحميها، وبيوعدها لو سابته هيتحد مع هيون ويساعده في الحكم، غير كده مش هينفذ وعده. وبيقرر أكهي يتخلى عنها وبيسيبها تعيش حياتها بعيد عن القصر ومصايبه، لكن عرف إن نفسها تقابل هيون قبل ما تمشي، علشان كده بيقرر ينام ويخليها تودعه قبل ما تسيب القصر. وبينام جنب اوضتها علشان لما تصحى الصبح تشوفه. وفعلا بيطلع النهار وكيرا بتكون جاهزة تمشي، ولما بتلاقي هيون نايم بتعرف انه رجع وبتصحيه علشان تودعه. الاتنين بيودعوا بعض وأكهي كان حزين على حبه اللي ضاع. ولحد هنا بيخلص الجزء الأول من ملخصنا. تفتكروا إن هيون هيقدر يتحرر من أكهي؟ ويا ترى كيرا هتسترجع عرش باباها؟ عرفونا لو حبيت المسلسل علشان نكمله وتعرفوا باقي الأحداث. سلام.